السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معانا خبر النهارده. نهاية يوليو مبشرة بحظوظ عظيمة، 4 أبراج تتربع على عرش الحظ. هل أنت منهم؟ يلا بينا حبايب قلبي نشوف ال4 أبراج. أولهم برج الجدي. يعتبر مواليد برج الجدي من أكثر الأشخاص حظا فيما يتعلق بالموارد المالية، حيث يقودهم ذكائهم وبصيرتهم المالية إلى تنمية ثرواتهم بشكل مستدام. يتميزون بانضباطهم الصارم الذي يمنعهم من الإسراف فيما لا يحتاجون، ويميلون إلى التعامل بحذر مع تدفقات النقدية. يضعون أهدافا مالية طويلة الأجل ويسعون لتحقيقها، مثل شراء منزل أو سيارة فاخرة في وقت مبكر من حياتهم مقارنة بأقرانهم. نهجهم الحذر يمكنهم من الصمود في الأوقات الصعبة، مثل أزمات السيولة النقدية، دون الحاجة إلى الاقتراض بشكل كبير. البرج الثاني برج العقرب. يعرف مواليد برج العقرب بروحهم الحداثية العالية وقدرتهم على اكتشاف الفرص الذهبية، سواء كانت عبر مكاسب غير متوقعة أو من خلال العمل الدؤوب لفترات طويلة. يتمتعون بحظ أوفر فيما يتعلق بالأموال، وغالبا ما يحظون بدعم ومحبة الأشخاص من حولهم. البرج الثالث برج الثور. يتميز مواليد برج الثور بمهارات مالية متقدمة وقدرة على الاستمرار الحكيم لمواردهم النقدية. يعشقون فكرة الاستقلال المالي ويفضلون عدم الاعتماد على الآخرين لتغطية نفقاتهم الأساسية. يحكمهم كوكب الزهرة، رمز الثروة والمتع المادية، مما يجعلهم مؤهلين لتحقيق ضربات حظ موفقة، مثل اكتشاف فرص استثمارية مربحة أو إطلاق مشاريع تحدث تغيرا جذريا في صافي ثروتهم. هذه العوامل تساعدهم على جذب المزيد من الأموال في المستقبل القريب. البرج الرابع برج العذراء. أصحاب برج العذراء يتميزون بأسلوب حياة راقي يستلزم منهم تخطيطا محكما ودقيقا. يولون اهتماما كبيرا لإدارة الميزانية بكفاءة، ويتبعون نهجا جادا في الادخار، مما يجعلهم يميلون إلى الادخار بذكاء، ويزيد من فرصهم في تحقيق نمو مالي طويل الأمد. بفتراتهم يسعون دائما لاستكشاف طرق جديدة لتحقيق الدخل، ولديهم حس مرهف للتفاصيل. يمكنهم من رصد الفرص الاستثمارية المربحة بسهولة، مما يسهم في استغلالهم الأمثل للوقت وتعظيم الاستفادة من كافة مصادر الدخل المتاحة. وبكده حبايبي يكون ده الفيديو بتاعنا. مش تنسونا في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم مننا كل جديد، وعيلتنا صغيرة تكبر بيكم يا أحلى متابعين ومشاهدين القناة. ولغاية ما ارجع لكم بفيديو آخر، أسيبكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لايك وشير وسبسكرايب ل4 أبراج تتربع على عرش الحظ بنهاية يوليو. أولهم الثور والعقرب، أعظمهم الأبراج زي ما قلنا: برج الثور، برج العقرب، برج الجدي، برج العذراء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لايك وشير وسبسكرايب.